أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإماراتية طلبت من صاحب شاحنة وجبات سريعة جزائري كانت متوقفة بالقرب من برج خليفة في دبي إزالة ملصق دعائي يتضمن خريطة للمغرب بدون الصحراء المغربية. هذا الإجراء يأتي في إطار احترام الدولة لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، خاصة في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدولة الشقيقة كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة العيون بالصحراء المغربية. هذا الحادث يبرز حرص سلطات البلد على احترام الرموز الوطنية للدول الشقيقة وتجنب أي تصرف قد يفسر على أنه مساس بوحدة أراضيها. ظهرت الملاكمة الجزائرية والبطلة الأولمبية إيمان خليف في مقطع دعائي ضمن حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي استخدم صوراً لها من أولمبياد باريس 2024. وعرض الفيديو عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحمل عنوان كل ما كنا نهتم به انهار، مستهدفاً الإدارة الحالية في الولايات المتحدة بوصفها سبباً للانهيار الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. وفي حديثه عن مباراة خليف في الأولمبياد قال: كان واضحاً أنها تنافس فتاة إيطالية وتلقي ضربة قوية لم أرى مثلها من قبل، وجدد دعمه خلق بيئة تنافسية عادلة للنساء في الرياضة.